اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الخير والهنا والسعادة على عيونكم يا حبيبي. زي ما انتم شايفين كده انا معايا طبعا الغلة بنغسلها ان شاء الله، او الجمح اللي ما يعرفش اسم الغلة يعني. ماشي، دي بنغسله كويس وبعدين نبيته مغسول وتاني يوم ننشره. ماشي، بعد كده نودوه مكنة الطحين نطحنوه ويكون بقى دقيق وردة وكده. وزي ما انتم شايفين طبعا غلاية انا طبعا كنت حاطة عليها بودرة. ماشي، كنت حاطة عليها بودرة او بودرة كده عشان خاطر ما تسويش ولا يحصل فيها حاجة يعني. مخزناها يعني كده. او جبت المية وهنغسلها طبعا. هي اول مرة يعني اول ما بتنغسل كده بتكون ميتها مش حلوة خالص، بنتني نغسل شايفين ميتها وحشة خالص، وبنتني نغسل فيها لما المية تروق معايا وتروح زي الفل. ماشي، وخير في بيتنا وكده وربنا ما يحرمنا يا رب. احنا طبعا ما عندناش ارض، بس احنا طبعا شارينها وكده يعني بنحب نخزنها. وزي ما شفتوا معايا المية بصوا راحت شكلها زي الفل اهي. تمني نغسل فيها لما ميتها تروح زي الشمعة البيضة كده اهوت زي ما انتوا شايفين. وناخد بقى بالمصفى كده ونشطفها تاني بالمية ونصفيها بقى. وجنب مني بقى شكارة مغسولة نضيفة نحط فيها بقى الغلة بتاعتي وكده. ايات يا حبايبي، حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. ميتها زي الفل اهي. بالله عليكم ما تنسوا اللايك ولا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا تفعلوا الجرس. ربنا يبارك في عمركم يا رب.